أمية بن خلف كان يعذب يعني سيدنا بلال عذاب شديد. بعد ما ارتفع كان يأخذه إلى صحراء يعني رمضاء مكة، وكمان يعني يضع عليه الحجارة الصغيرة، وبعد ذلك يجيب الحديد يحطه في النار حتى ينصهر، وبعد ذلك يقوم سيدنا بلال. لكن شوف الإيمان ده يا جماعة لما يصل ذروته الإنسان يكون عنده تعلق حقيقي بربنا سبحانه وتعالى، ثاني خلاص العذاب ده ذاته بيدخله حلاوة وبيدخله يعني معنى من المعاني. كده شيخنا الشيخ ابراهيم قال الإيمان يذوق له حلاوة ما البسكويت في حلاوة. شوف أمية بن خلف يعني يعذب سيدنا بلال يعني أصناف من التعذيب. شوف يا جماعة يجيب يربط سيدنا بلال من وسطه، وكمان يعني يربطه بالحبل في سرج الحصان ويجري به، يلاقي حجر يلاقي يعني شجرة يلاقي طول يلاقي كذا. شوف يا جماعة بعد ده أحد قدر يختار يعني آلة من التعذيب يبقى سيدنا بلال ثابت كالجبل كده يا جماعة. والكلام ده خلق وجود التوحيد والصلة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. كده من يتوكل على الله وهو حسبه. شوف يعني أخيرا يعني أمية اقتنع لأنه سيدنا بلال ده صنديق ما بيرجع. عشان كده شوف جاء سيدنا أبو بكر الصديق واشتراه وعطوا يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن شوف ربنا جعل له مكانه وجعل له شأن وحسن قصده